تقدر حضرتك لو لقيت قطه معديه او كلب من قدامك بس تمسك فرامل تنقذه من المعاناه اللي هو بيعاني منها دلوقتي. القطه ميته من العطش، ميته من العطش، ولا بتاكل ولا بتشرب. ومش كده وبس، في اجنه ميتين في بطنها، وثلاث كسور في الحوض خطره. لا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله باذن الله، باذنك يا رب تكوني بخير، ما تخافيش. في ايه يا ام سيد؟ ايه يا ام سحلول؟ ما وريش غيركم انتوا؟ حاضر حاضر، ثواني يا ام سحلول، دقيقه واحده، دقيقه. انا زهقت منك يا ام سيد، زهقت منك يا ام سحلول. ما تشوف لك صرفه معاهم وانت واقف تضحك عليا؟ انت واقف بتضحك؟ شوف لك صرفه معاهم. في ايه يا ام سحلول؟ في ايه يا ام سيد؟ لسه؟ طب اوصل، طيب افتح الباب. طيب مالك يا ام سحلول؟ ايه اللي حصل؟ تعالي. ما تخافيش، ما تخافيش، مش هسيبك، مش هسيبك، والله ما هسيبك الا لما تبقي كويسه. ما تخافيش يا حبيبتي. انا بصي، انا مرزق، انا مرزق الحمد لله رب العالمين، ان ربنا بيرزقني بالحاجات دي. ده ظهر قدامي مفاجئ، انا لسه ما وديتش دي، وربنا سبحانه وتعالى حطه قدامي ده كمان. لا حول ولا قوه الا بالله. بص، يا اشيلك دلوقتي بشكل ودي، يا اما اشيلك عافيه. هوديكوا انتوا الاتنين، خلاص؟ شكلها انتهت، ما تقلقيش هتبقي كويسه، خلاص؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هي طبعا خست خالص، بقت هيكل عظمي يا دكتور سعد. ما كانتش كده طبعا، كان جسمها احسن من كده. ان شاء الله تبقى زي الفل. خلاص يلا عشان نعمل اشعه. ما كنتش متخيل ان الموضوع يبقى صعب كده. لا الموضوع صعب جدا. بص يا ملوك، احنا عندنا 3 كسور في الحوض. عندنا دي الناحيه الشمال، الاليم الشمال مكسوره. أيوة. وعندنا الناحيه دي في ساكرو الياك ديسلوكيشن، وفي بلفيك سيمفيزيس فراكشر. يعني خلينا نقول بالعربي بقى كسر في العظمه اللي الناحيه دي اسمها عظمه الحرقوفه بالعربي يعني. ايوه. وهنا خلع في المفصل بتاع الساكرو الياك، وهنا كسر في الحوض من تحت. تمام. طبعا للاسف مشاكل الحوض مش بتبقى مشكلتنا في الكسور. طبعا مش الكسور مشكله كبيره، ولكن كمان مشاكل الحوض بتأثر على الإخراج، على البراز وعلى أيوة. التبول وكده، لأن الحوض ما بيبقاش الفتحة مفتوحة، فبتقفل الأمعاء من جوه، فبيخلي حيوان يتعرض لإمساك شديد جدا. ده غير كده كمان إن كسور الحوض بتأثر على الأعصاب بتاعة الرجل اللي ورا، وهو بالفعل مأثر على الرجل الشمال. لو خدت بالك واحنا بنفحصها مفروضة خالص كده، فعلا مش الأعصاب متأثرة يعني. ايديها سليمه؟ ايديها كويسة الحمد لله. للأسف الكسور دي ملهاش حل غير جراحة طبعا. نحتاج نركب شريحة في العظمة اللي الناحية دي، يتركب لها شريحة من هنا ونرد طبعا، دي تبقى قصاد الحتة اللي فوق وتتفرد وتعمل لها شريحة. ونحتاج نركب مسامير من هنا عشان نرجع المفصل ده لوضعه الطبيعي في المنطقة دي بالظبط، ونثبت بمسامير من هنا. لا حول ولا قوه الا بالله. ولما بنظبط الاتنين دول، الكسر التالت ده بالتبعية بتظبط، ان شاء الله ما يحتاجش تدخل يعني، الا لو لازم الامر. بس ان شاء الله غالبا مش هيحتاج تدخل يعني، فهنحتاج الناحيه دي والناحيه دي ايه. الله يبارك لك، الله يبارك لك يا دكتور سعد. يعني انا، انت مستحمله كل ده ازاي؟ مستحمله كل ده ازاي؟ الناس مش فاهمه ان الحيوان ده بيئن في صمت. كل اللي حضراتكم سمعتوه ده وساكته، ما بتتكلمش، ما بتقولش انا وسطي او الجزء الخلفي عندي فيه 3 كسور في الحوض. بتعاني بصمت. اتقوا الله في المخلوقات دي. طمني يا دكتور سعد. والله يا مالك نفسي اطمنك، بس انا كل ما باخد خطوه زياده في الفحص بيظهر معايا كارثه زياده. يا ساتر يا رب، ربنا يستر بس. نفسي اطمنك. استغفر الله العظيم، كل سنه وانت طيب اعد لك بقى المشكلات اللي عندنا. احنا بعد ما عملنا الفحص الظاهري عملنا اشعه على البطن والحوض والعمود الفقري، وللاسف لقينا عندها 3 كسور في الحوض. ايوه. عندنا كسر في الناحيه الشمال الرجل دي، وللاسف الكسر ده مأثر على الاعصاب بتاعه الرجل الشمال زي ما انت شايف هي مفروده ازاي. لا حول ولا قوه الا بالله. بس كده عندنا كمان خلع في الساكرو إلياك جوينت بتاع الناحيه اليمين، مفصل الحوض للناحيه اليمين. ومش بس كده، ده في كسر كمان في اسفل الحوض. يعني عندنا 3 كسور في الحوض، وللاسف ال3 كسور دول ملهمش غير التدخل الجراحي. ايوه. طيب الكسور دي بسبب ايه؟ الكسور دي بسبب غالبا انا شايف في اثار لكدمات هنا في المنطقه دي يعني. ايوه هنا. يعني انا مش عارف ينفع هنا هو باين في الجلد. غالبا عربيه معديه عليها او عربيه دايسه عليها. أيوة. وهكذا لحد هنا، وكنا قلقانين جدا
مستائين من الحالة، ولكن اللي زاد وغطى بقى مالك بعد كده لما عملنا سونار للأسف لقينا عندنا القطة كانت حامل، مش بس حامل، ده حامل والأجنة كلهم ميتين في بطنها. يا ستير يا رب. طبعا موت الأجنة غالبا بسبب الحادثة اللي اتعرضت لها مع كسور الحوض مع الضغط على الرحم من جوه، كل ده أدى لوفاة الأجنة في بطنها، وهو ده اللي مدخلها في تسمم حمل، وهو اللي موقع معانا الحرارة، وهو اللي عامل معانا بقية المشكلات اللي احنا فيها. طيب يا مالك، مطلوب في الحالة ايه؟ المطلوب في الحالة للأسف جراحة عاجلة جدا 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 لمجموعة من الحاجات. أول حاجة إن احنا نستأصل الرحم بالأجنة اللي ميتين فيه، بس يا رب يكون الرحم أصلا لسه حالته عشان الحادث. طبعا. ده رقم واحد. رقم اتنين، نعمل عمليات الجراحات العظام اللي فيها تثبيت كسور الحوض اللي في الناحية الشمال، وتثبيت مفصل الحوض للناحية اليمين. طبعا في الحالة بتاعت القطة دي هنحاول ان احنا نعمل استابلايزيشن للحالة كده، استقرار الحالة سريع، وبعد كده هندخل عمليات في اسرع وقت ان شاء الله، لان الحالة ما ينفعش تتأخر اكتر من كده يعني. ربنا يوفقنا ان شاء الله. عمليات بالمنظر اللي قدامنا ده بنتكلم في متوسط وقت من 4 ل 6 ساعات تقريبا جوه اوضه العمليات. فدعواتك لينا يا رب، كل اللي هنشوفه يا الفيديو رب. لينا بالتوفيق ان شاء الله. شوف هي اصلا مش قادره تتحرك زي ما انت شايف. ثلاث كسور في الحوض، أجنة ميتين في بطنها، أثر الحادث اللي تعرضت ليه المسكينة، وكل ده في صمت، كل ده من غير ما تنطق بكلمة. ضعفاء مساكين لا يسمع أنينهم إلا الله عز وجل، ثم عباده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيسخرهم لمساعدة هذه المخلوقات. أرجوكم لو أنتم مش هتساعدوا المخلوقات دي، سيبوا الناس اللي بتساعد في حالها، يعني أو سيبوا المخلوقات دي في حالها. لسه شايف طفل ماسك عصاية بيضرب قطة لا حول له ولا قوة، القطة بتحاول تستغيث منه، المسكينة دي بتعاني في صمت. ان شاء الله هنسحب لها عين الدم ونعمل لها تشيك اب كده، نشوف وظائف الكبد ووظائف الكلى، الامور دي كلها، وهنعمل لها كمان صورة دم كاملة، وربنا يوفقنا بقى ان شاء الله يعني. الله يبارك لك يا دكتور سعد. انا عايز اقول لك استسلامها لينا ده كسرني، ربنا يشفيها ويعافيها. والله استسلامها لينا ده كسرني. عايز اقول لك ان كمان في مشكله كده ما قلناهاش يعني من لصغر حجمها، يعني موضوع عينيها ده. تمام. لا ده دي للاسف من الحاجات اللي هتحتاج عمليه، بس يعني ايه، الله يبارك لك يا دكتور. نخلص المهم الاول. اسال الله عز وجل ان ربنا يوفقنا في انقاذها. يا رب يا رب والله. يعني ربنا سبحانه وتعالى عالم بحالها قبل ما احنا نشوفها، قبل ما احنا نساعدها، فاسال الله عز وجل التوفيق في انقاذها باذن الله. يا رب يا رب. شكرا يا دكتور سعد.